تعالوا يا جماعه، في عربيه مرسيدس غاليه جدا بتركن، تعالوا نشوف صاحبها بيشتغل ايه وعمل ايه عشان يركب العربيه دي ويدينا نصيحه. يا جماعه قلت لكم ان شاء الله هنلاقي امل، وفي امل. يبقى تعال تلف على وشي. يلا نكبس عليه وهو بيركن كده. هيا بنا يا رجال. انا معايا جاكوار بس للاسف. ايوه مساء الخير. انا متابعك. معاك ايه حضرتك؟ راكب ايه؟ راكب فيرنا والله. حبيبي بتاع الغلابه. فيرنا ولا جاكوار؟ لا فيرنا. حبيبي بتاع الغلابه يا خليفه. هو يا الله حبيبي. السلام عليكم. عامل ايه؟ الحمد لله. احنا عايزين بس نصور معاك كده. حضرتك شكلك بتاخد المصروف، فمصروفك كام عشان تركب عربيه ما شاء الله مرسيدس زي دي؟ مصروف ايه اللي باخده؟ انا ما باخدش مصروف من حد. يا رب نتمنى. ما تاخدش مصروف من حد؟ لا ما باخدش مصروف من حد. طب ما شاء الله يا جماعه، قلت لكم في امل. اكيد بتشتغل. بشتغل. لازم نعرف يا جماعه بيشتغل ايه. استاذنك ننزل ونصور تحت. لا ركبت ما شاء الله عربيه زي دي ازاي وبتشتغل ايه؟ انا ممكن اكون اصغر رجل اعمال في مصر. اصغر رجل اعمال في اصغر مصر. رجل اعمال في مصر. انت عندك كام سنه؟ 23. 23 سنه يا جماعه. قلت لكم هتوصلوا في امل. 23 سنه ورجل اعمال، يعني انتوا برضو كمان قدامكم فرصه ان انتوا توصلوا. ما شاء الله عليك. حضرتك بتشتغل في مجال ايه؟ انا اصغر رجل اعمال في مصر وعندي طيارتين. احنا هنهزر مع بعض. ما شاء الله عندك طيارتين؟ عندي طيارتين. الله اكبر يا جماعه ما شاء الله. قلت لكم في امل. الطيارات دي طيارات ايه؟ سفر يعني ولا طيارات ايه؟ طيارات نقل جوي. طيارات نقل جوي. طيارات نقل جوي. يعني حضرتك طيار؟ لا مش طيار. طب ايه يا عم، عايزين نفهم اكتر عن شغلك. يعني بتعمل ايه؟ بنقل الناس. بنقل الناس. بتنقل ناس. بتبنقل الناس. حاجه قدام يا. بتعمل ايه؟ القاهرة دبي يسافروا رحلتين في الاسبوع. رحلتين في الاسبوع. صد رد. صد رد. صد رد. عندك طيارتين مش شغالهم صد رد القاهره دبي؟ مش شغالهم صد رد القاهرة دبي. انا مش فاهم يعني ايه صد رد. هو في طيران صد رد لدبي؟ ده انا بدهبزه ودهرزه. يا باشا، ده الناس المفروض تعمل مصلحة صد رد على طول. ده دبي اقرب من اسكندرية ساعة ونص. دبي اقرب من اسكندريه ساعه ونص. ساعة ونص. الراجل حرام عليك. اللي عايز يطلع يعمل مصلحه عندك في الشركه يطلع يشتري حاجات من دبي بكام اليوم رايح جاي؟ 10,000 مثلا. 10,000. ده مصلحة على السريع ده. الناس اصلا بتطلع تعمل مصالح ايه اللي بتعملها؟ عشان يبرعش ويحنكش ايفونات مثلا. الايفون هنا بيبقى غالي، بيطلع يجيبوا ايفونات من بره. المطار عامة يعني. بيجيبوا بكام؟ هنا لو ال 17 عامل 150,000 يروح هناك يجيبوا 100. ويبقى اخر طعطعه. ما شاء الله في فرق 50,000 جنيه. فرق 50,000. ما هو عشان كده بيطلع. بنضيف طبعا سعر التذكره يبقوا كام؟ التذكرة يبقى 10. يبقى هي عامة كلها بتكلف 100,000 جنيه. وهنفتح المزاد. 100,000 جنيه. اه. يعني عمل 50,000 جنيه في مفيش. عمل 50,000 في الساعتين دول اللي يسافروا. بدأت انت من الصفر. بدأت من الصفر. انت كذاب ابو صلاح. انت بتقول ان ما حد ساعدك او حد من اهلك كان غني عشان تقدر تشتري طيارتين. لا. واتحدوا مع بعض. قلت لكم في امل وربنا ما هتشموها. لايك وشير الفيديو ده.